بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية الله وبركاته. في محافظة الغربية مدينة المحلة في مؤتمر لم الشمل الخاص بأصحاب المعاشات. نرحب بكم أولا الأستاذة سامية البدري، زوجة الزعيم المرحوم المناضل الكبير البدري فرغلي. معنا الأستاذ مصطفى خليفة رئيس نقابة معاشات هيئة قناة سويس بورسعيد. والأستاذ السيد اهلا وسهلا فندم، تشرف بكم اولا النهارده في مؤتمر لم الشمل. نبدا الاول بالاستاذه ساميه الاول، زوجة المناضل الكبير المرحوم البدري فرغلي. يعني تكريم جميل ولفته طيبه من نقابه معاشات الغربيه معاكم النهارده. التكريم بما يمثل عن حضرتك هو تكريم عظيم، بس انا كنت في البدايه كنت متخوفه، بس النهارده بعد المؤتمر الجميل ده مش متخوفه، وان شاء الله هيبقى اتحاد جميل بعيد عن اي اخطاء. طيب احنا حضرتك الاتحاد الجديد دوت، احنا طبعا حضرتك عارفين ما بني على باطل فهو باطل، واللي حصل في الاتحاد العام لنقابه اصحاب المعاشات. أيوة. يعني نقابه العباسيه ونقابه معاشات في مصير الاتصالات ونقابه معاشات حلوان بعتوا انذارات 3 للرئيس الاتحاد ببطلان اجراءات الانتخابات، وما اتعملتش انتخابات، في الاخر اتعملت بالتزكيه ومحدش وافق عليها غير القليل. تمام. ولكن هو عملها. انت حضرتك استاذ مصطفى، راي حضرتك في مؤتمر لم الشمل النهارده اولا؟ هو مؤتمر جميل وكل حاجه وتمام، والحاج فؤاد الدواري والناس كلها كانت بتشرفنا، بس هو اللي حاصل ليا بلحظه واحده. اتفضل. ان مفيش حاجه اسمها كريمه اتحاد مالي، الاتحاد ملوش وجود، او اتحاد موازي. لا، احنا ما بنعملش اتحاد موازي. صحيح. لا، احنا حاليا دلوقتي بنطرح الثقه في مجلس اداره الاتحاد العام، على اساس ان احنا عايزين شيء من التنظيم، شيء من الترتيب، شيء من الاداره الصح اللي تشتغل في الاتحاد العام وتكون لجان وتشتغل وكل لجنه علشان يحققوا مطالب المعاشات كلها على مستوى الجمهوريه، ويبقى في خطه للم شمل المعاشات كلها، الاعضاء وغير الاعضاء، بحيث ان الاتحاد يبقى قوه. وما دام الاتحاد قوه يبقى هنقدر نوصل للي احنا عايزينه، ومش هنحتاج حد يمثلنا او يتكلم عننا في الاذاعه ولا في التلفزيون ولا في مجلس الشعب. ليه؟ لان ممكن يكون مننا العضو من اعضاء مجلس الشعب هو اللي يتكلم مننا عضو مجلس الشورى. لو كنا قوه رئاسه الجمهوريه والجهه السياديه
ممكن جدا زي ما بتعين من السيدات ومن مجلس القوم من المرأة و لا، ممكن يتم تعيين ناس من المعاشات أعضاء يبقوا مجلس الشعب أو مجلس النواب بالتعيين بقرار رئيس الجمهورية اسمه بما يتم من تعيين. اتفق مع حضرتك استاذ مصطفى تماما في هذا الامر، ان احنا فعلا مش عايزين نفكك الاتحاد، احنا عايزين نسحب الثقه من الاتحاد، وان احنا الموجودين هم بطلان وجود المجلس الحالي ويكون في مجلس غيره. ده اللي احنا فعلا بنطالب بيه، لكن ان مفيش حاجه اسمها اتحاد دي حاجه غير قانونيه. الاتحاد الموازي غير قانوني. صحيح. الاتحاد الموازي غير قانوني. صحيح. وبعدين عشان اسحب الثقه او اطرح الثقه بمعنى اصح من مجلس اداره الاتحاد كله، ده لها قواعد وشروط. صحيح. القواعد والشروط ان يبقى فيه ثلثين الاعضاء او النص زائد واحد من الاعضاء المقيدين في الاتحاد يقدموا طلب للاتحاد لسحب لعمل جمعيه عموميه غير عاديه. مش ان انا الم مجموعه من الناس واقول لا ده انا بعمل جمعيه عموميه وهاخد لا كده مش صح. وانا طرحت وجهه نظري وقلتها في القعده. سمعت حضرتك يا فندم. ماشي. نشكر حضرتك يا مصطفى بيه. الله يخليك. معانا الاستاذ السيد العربي المناظر الكبير وعضو الاتحاد ومن مؤسسي الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات عن بورسعيد ولا السويس، عن بورسعيد الباسله ارض النضال والكفاح. الكريمه بعد السيد العربي. مش هينفع يبقى في 28 اتحاد في جمهورية مصر العربية. هو اتحاد واحد، احنا بالعنابة بالتعب وبالأسى وبالنوم في الشوارع وأكلنا عيش عفرة ونوم في الشوارع عشان يبقى اتحاد. فأرجو ناس المعاشات تلم الشمل ويبقى اتحاد واحد. مش هينفع يبقى 2 ولا 3 ولا 28. بقيت أنا هشوف رأيي كده 28. شكرا استاذ السيد العربي. معانا الاستاذه الكريمه السيد الامين العام لنقابات اصحاب المعاشات او المصريه للاتصالات بمحافظه الاسكندريه. شرف حضرتك يا استاذه كريمه يا فندم. الله يخليك، الشرف لينا. اولا الف مبروك على التكريم، وزهري كده الدرع كده لو سمحتي. الف مبروك على التكريم والدرع الخاص بالاستاذه كريمه. نتشرف بحضرتك النهارده. ايه بيمثل لك ايه الدرع النهارده والجائزه ديت والتكريم ده يا فندم؟ بيمثل لي علامه تحول من ديكتاتور الى عصر احسن شويه، نغير فيه النظام اللي احنا مش عارفين نخلص منه والفشل اللي احنا فيه في الاتحاد. طيب انت رايك يعني هل اللي حصل النهارده في المؤتمر صح ولا في تعقيب؟ ليه تعقيب؟ انا عايزه الاتحاد كاتحاد يبقى قائم. فكون ان هي الدنيا ما جاتش كده معايا، لكن ده المتاح. صحيح. لكن احنا برضه في الاول وفي الاخر احنا عايزين اتحاد واحد، اتحاد قوي، نسحب الثقه من الاتحاد او اعضاء الاتحاد الموجودين اللي هم غير قانونيين وباطل. هم ما حصلش انتخابات، حصلت تزكيه وعادت قليل الاتحاد على يده. ونختتم بالاستاذ فتحي العيسوي مؤسس الاتحاد واقدم الاعضاء عضوا. اتفضل يا استاذ. اقدم الاعضاء سنا في الاتحاد. اتفضل يا استاذ. اتفضل. حضرتك بنتشرف بحضرتك يا استاذ فتحي العيسوي، نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس الاداره ورئيس لجنه الاشراف المالي. استاذ عادل القاضي، عضو رئيس نقابه معاشات المحله مركز المحله الكبرى. ايوه فندم. انا اتشرف بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا مجدي. اولا الف مبروك على التكريم اللي حضرتك اتكرمت فيه النهارده. المؤتمر النهارده بيمثل لحضرتك. لا جميل جدا، انا مبسوط بس بالناس القيمه والقامه اللي كلهم جم، وانت حضرتك شرفتنا على راس. ربنا يخليك يا فندم. اخي وصديقي الاستاذ زي نبيه واصل. اهلا وسهلا. الناس المحترمين جدا، وانتوا كلكم على دماغنا هنا ونورتوا الغربيه كلها. ربنا يخليك. والله العظيم يا مجدي. احنا اتشرفنا بحضرتك. الله يخليك يا حبيبي، حاجه جميله وحاجه عظيمه بصراحه. ربنا يكرمك. ومعانا الاستاذ نبيه واصل، واحنا ماشيين على نهج المرحوم البدري الفرغاني برضه، الله يرحمه. ربنا يكرمه، الله يرحمه، الله رحمه الله واسعه. معانا الاستاذ نبيه واصل رئيس الاتحاد الاقليمي لنقابه المصريه نقابه معاشات المصريه للاتصالات ورئيس جمعيه معاشات المصريه للاتصالات. ان شاء الله بحضرتك.
يعني حضرتك النهارده اكيد اتكرمت في النهارده. الحمد لله. يعني اول حاجه الف مليون مبروك على التكريم اللي حضرتك الله يبارك اتكرمت. فيك يا حبيبي. التكريم بيمثل حضرتك ايه النهارده يا فندم؟ طبعا بيمثل تقدير معنوي كبير. يعني حضرتك في موقعة ورمز من رموز المعاشات من مؤسسي الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات. نتمنى بس تكون بداية خطوة موفقة بإذن واحد أحد إن شاء الله لرفع اسم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات اللي أسسه البدري فرغلي رحمة الله عليه. صحيح. نتمنى رفع الاسم ونحاول نصلح اللي اتهد. ان شاء الله باذن الله الكل يعني بايد واحده بحيث الاتحاد يبقى اتحاد واحد ونعمل فعلا سحب ثقه من مجلس الاتحاد الحالي ان يعني احنا ما بني على باطل فهو باطل. هو كان سحب الثقه على رئيس الاتحاد وعلى مجلس اداره الاتحاد. طيب عايزين حضرتك بس تكلمنا شويه كده عن جمعيه معاشات المصريه للاتصالات. جمعيه معاشات المصريه للاتصالات شهرناها من وزاره التضامن برقم 44/31 لسنه 24. الجمعيه نشاطاتها كتيره، في نشاطات اجتماعيه وخدميه للزملاء كلهم. وفرنا لغايه دلوقتي احنا بقالنا شهر ونص وفرنا 60 فرصه عمل لابناء الزملاء اعضاء الجمعيه. بنحاول دلوقتي ان احنا نعمل دار مسنين لاصحاب المعاشات اللي هم ظروفهم بتكون صعبه او ظروف قهرة. بنحاول نعمل دار مسنين ليهم ان هي تكون تحت اشراف الجمعيه وطبيا، وهنجيب حد برضو مسؤول عن التغذيه بتاعتهم، وان شاء الله ربنا يوفقنا. يعني احنا وعملنا موسوعه طبيه كبيره ان شاء الله لاعضاء الجمعيه برضو والاسر بتاعتهم. فبفضل ربنا احنا كل يوم بنمشي خطوه لقدام. عدد الاعضاء عندكم قد ايه يا الجمعيه يا شيخ؟ عدد الاعضاء السدبيه قد ايه؟ احنا دلوقتي 177. 177 ما شاء الله. يعني يعني القاهرة والاسكندرية. نتمنى التقدم لجمعيه معاشات المصريه للاتصالات، وان شاء الله مجهود رائع مجهود كبير بتبذلوه حضرتك ومعاكم الاستاذه كريمه السيد من اسكندريه والاستاذه كريمه السعيدي والاستاذ احمد مصطفى والاستاذ اسعد عبد الحافظ والاستاذ علامه من علامات الجمعيه وعلامه من علامات المصريه للاتصالات. والاستاذه امينه الصندوق. الاستاذه عندنا صفاء صابر امينه الصندوق عندنا ما شاء الله نشطه جدا يعني ما شاء الله. الاستاذه صفاء صابر برضه دي يعني هي سند كبير لينا يعني. ربنا يكرمك. الله يخليك. نادي الرقاب نشكر حضرتك يا فندم. ومعانا احد كبار معاشات قيادات المعاشات من مدينه المحله. تعرف بحضرتك يا فندم؟ نبيل عبد الفتاح عن الخصوص والمرج. نقابه الخصوص والمرج. اهلا وسهلا نبيل، شرف حضرتك يا فندم. حضرتك اتكرمت النهارده طبعا اكيد، وده التكريم بتاعك. التكريم ده بيمثل حضرتك في المؤتمر ايه النهارده؟ والله انا كنت سعيد باللقاء بتاع المجموعه كلها، وكنت بتمنى ان يفضل في ترابط كده والناس على طول تبقى في اندماج، ان يفضل تزايد، لان كل ما الناس هتبقى في اندماج وتزايد هيبقى في خير كتير للناس كتير. في قوه. هتبقى قوه، تبقى ان شاء الله هيبقى في حاجات كتيره للنقابه وللناس كلها. بنشكر حضرتك في نهايه اللقاء. كان معكم مجد الناظر، راديو صوت الجيل وجريده بوابه عاجل مصر. نشكركم، وما زلنا في المؤتمر في لقاءات داخل مؤتمر لم الشمل في المحله الكبرى بمحافظه الغربيه تحت دعوه الاستاذه سعاد الهواري والاستاذ جمال عبد الستار. شكرا جزيلا لحضراتكم، في لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم دكتور مجد الناظر. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه تانيه بنقرب لبكره.